السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غنحضر معكم واحد الكيكة لأصحاب السكري. كيكة سهلة بلا سكر بلا دقيق. بالنسبة لهاد الكيكة غنحتاجو فيها ناخدو إناء. بسم الله. كنوضعو واحد الحبة ديال البنانة تكون كبيرة، الا كانوا صغار نديرو 2 حبات اللي نقيتهم وقطعتهم كما كتشوفوا في الفيديو. كنحاولوا نعكوهم بالفرشيطه على هذا الشكل. كنضيفوا عليها 2 حبات ديال البيض يكونوا واخدين درجه حراره المطبخ. كنستعملوا الطراب الكهربائي. كنحركوهم مزيان حتى كينسجموا. كنضيفوا 50 غرام ديال اللوز اللي مسحته وطحنته بالقشور ديالو، 50 غرام اي نص كاس ديال العنبه. كنضيفوا 80 غرام ديال الخروب مطحون، 80 غرام، نص كاس تقريبا وافي، نفس الكاس ديال العنبه. راه غنحط لكم المقادير في صندوق الوصف مضبوطين. واحد الخماره ديال الحلوى اللي غربلتها، واحد رشه ديال الملح. كنحركوا هاد المكونات جيدا. غنضيفوا 50 مليلتر ديال الحليب، تقريبا نص كاس ديال العنبه، و50 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. اللي كنديرهم في اخر حاجه كنديروا الحليب والزبده. صافي كنحركو مزيان كما كتشوفوا حتى ما كتبقاش تبان ديك الزبده. ناخذ واحد الاناء اللي غيدخل الفران، اناء مربع ولا دائري كما كتشوفوا. انا خديت هذا مربع صغير. تاخذوا شي اناء صغير بزاف حيت الكميه ديال الكيك قليله. اللي فرشت ليه ورق الطبخ صافي، وحاولت نبسط فيه هذا الخليط. ورشيت اللوز ايفيلي ما محمرش بطبيعه الحال حيت مازال غيدخل الفران يتحمر. والتزيين راه كيبقى اختيار ديالكم، تقدروا ديروا الكركاع ولا كاوكا ولا اي حاجه عندكم. كما كتشوفوا من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها. قطعتها مربعات. كتجي هشيشه. الناس ديال اللي ما كيبغيوش السكريات ولا الدقيق راه كتبقى صحيه هذه. كتجي هشيشه كما كتشوفوا. والخروب كيبقى صحي، هو اللي كيهبط نسبه السكر في الدم. وكترافقوه مع واحد الكاس ديال القهوه. كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم، وبالصحه والراحه مع فيديو اخر بحول الله.